مساء الفل يا شباب. نصابات فودافون كاش ليفل الوحش. اعرفوا الجديد وافهموا الموضوع بهدوء عشان ما تقعش في نفس الفخ حد وقع فيه. يعني يدخلك عميل انا محتاج اسحب 3000 جنيه فودافون كاش، بس بيدخلك في وقت زحمه يكون معاك زبونين مثلا، وبعدين بيقولك معلش يا ابني اكتب لي الرقم، اتفضل التليفون اكتب لي الرقم على الواتس ابعته لي يعني. فانت بحسن نية بتكتب الرقم وتبعته على الواتس، ماشي. لو انت حاولت ترفض بيستسمحك ومعلش انا نظري ضعيف وعشان ما اغلطش انت اكتبه، بس داخلك وانت معاك زبونين، فانت بتكتب الرقم وتروح بعته. خلاص بعت اهو، ياخد منك التليفون يطلع بره في نفس الدقيقة، يعمل نسخ للرقم ويروح جاي هنا عشان يبعته اهو، يكتب الرقم. بعد ما يكتب الرقم هنا تمام، يروح مغير اخر رقم مثلا 8 يخليه مثلا 7، تمام. اخر رقم ده يخليه 7، وبعدين يروح عامل ارسال في نفس الدقيقة، دقيقة 53 الدقيقة 53، ويرجع للنمرة الأخيرة النمرة اللي قبل كده اللي انت كتبتها بإيدك يعمل لها مسح، تمام. خلاص كده. وبعت هو بقى الرسالة دي لمين؟ للي قاعد هناك اللي بيعمل الرسائل فيك، صاحبه بقى. صاحبه بياخد الرقم يعمل رسالة فيك انه تم البعت للرقم ده، ويروح باعتها لك. يجي لك انت سكرين شوت هنا ان تم التحويل، بتقول له اتفضل صور الرسالة بقى براحتك انا بعت لك الفلوس. فحضرتك انت بتبص بتشوف ان الرسالة جت، بتشوف رصيدك مفيش رسائل جت، فتبدأ تراجع الرقم، تبص على الرقم تلاقي ان الرقم مكتوب غلط، الرسالة فيها رقم غلط. حلو. فانت تلاقي بقى ان الرقم غلط، تبدأ بقى انت بقى مخك يتبرجل، هو انا كتبت الرقم صح ولا غلط؟ ازاي دي بقت 7 بقت 8؟ لان الرقمين جنب بعض. فانت تبدأ بقى تقرا بقى وتتخنق. لا يا باشا انا كاتب الرقم صح، يقول لك هو من حضرتك باعت، بس هو قبلها صايع قوي، باعت كذا رقم ومسحه. يعني انت عشان بتقول له انا كنت ما في رساله مبعوثه قبليها وممسوحه في نفس الدقيقه، يبقى انت عملت مسحت الرقم الصح وبعت الرقم الغلط. هيقول لك لا يا باشا ما انا في رسائل طب ممسوحه قبليها، ما فيش الكلام دوت، ده انا كنت ببعت له ارقام من الراجل اللي جنبك في نفس التوقيت. فالفكره كلها ان هو حتى بقول له ده انا بعت رساله مثلا، بقول له ابعت فودافون كاش، بعد كده رحت مسح الرساله تاني. فهو انت بقى ما خدتش بالك من 1 2 3 4 5 6 7 رسائل محذوفين في حوالي دقيقتين او دقيقه. فهو بقى انت مش هتاخد بالك من القصه دي لانك مش هتشك. لكن هو لو ما عندوش كل الممسوح ده وواحده بس الممسوحه، فانت هتشك، هتقول لي لا دي كانت كذا وانت مسحتها، وهنعمل بقى نجيب بقى برنامج يسترجع الرسائل المحذوفه ونفهم بقى انت بعت ايه. لكن انت هو بيبقى ماسح كذا حاجه فانت ما تشكش، هو حطك بقى دايره الخنقه بقى اللي هو يا نهار اسود انا بعت غلط. فيبدا بقى طب نكلم الراجل نشوف احنا يكلم لك بقى صاحبه يا باشا انا بعت على الرقم اللي بحضرتك بقى، انا بعت ده الرقم ده طلع غلط. طب ذنب الراجل اللي واقف اديله ال 3000 جنيه ومشيه، وحضرتك انا هكلم لك الراجل وخلاص ارجع لك فلوسك ما تقلقش يا ابن عمي وعينيا الاثنين، والكلام بتاع السوق اللي احنا عارفينه ده، وحضرتك يبقى اتنصب عليك وخد منك ال 3000 جنيه. حبيت انبهكم اللفه دي بتحصل من النصاب، وبيجي لك في وقت ما تكون مضغوط شغل عشان يقدر ان هو يوقع انتباهك ويخليك تفصل خالص، ويقدر ان هو يستدرجك وياخد منك الفلوس. يا رب اكون افدتكم، تخلي بالكم من فلوسكم حبايبي.